بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهارده حبايبي ان شاء الله هقولك فيها لو كل مرة فيها بتعملي معجنات وبتمشي على المقادير مظبوط وما بتطلعش معاكي النتيجة كويسة، يبقى العيب في الخميرة. فلازم تعملي اختبار الخميرة قبل ما تبداي في اي معجنات. ازاي بنعمل اختبار الخميرة ونعرف ان الخميرة بتاعتنا كانت كويسة ولا لا؟ هنعمله مع بعض النهارده في الفيديو. انا عندي نوعين من الخميرة، خميرة شغالة وخميرة مش شغالة، وحبيت اجرب الطريقة دي ودي معاكي عشان تعرفي الفرق ما بينهم. اول حاجه عندي كوبايتين كده، كوبايتين يكونوا نفس الحجم عشان يوضح لك بس التجربه. لكن انت لو بتعمليها تعملي في اي كوبايه عاديه. هحط في كل كوبايه معلقه من السكر عشان تبقى المقادير دي زي دي. وبعد كده هجيب الخميره بتاعتي اللي هي كانت عندي بقالها فتره وما هي شغاله، وانا عارفه ان هي مش شغاله لان عملت لها اختبار قبل كده، بس حبيت اعمله قدامكم. هاخد منها معلقه بالظبط. وعندي بقى خميره جديده لسه شارياها، هاخد منها برضو معلقه. يبقى انا خدت معلقه من الخميره اللي مش شغاله وحطيتها في الكوبايه، معاها معلقه من السكر. دي بقى الخميره اللي انا لسه شارياها فتحتها، وهاخد منها معلقه نفس نفس المقدار هنا وهنا عشان يبقى بالتساوي وتكون النتيجه مظبوطه. يبقى هنا معلقه من السكر وخميره وهنا معلقه من السكر وخميره. دي الخميره اللي مش شغاله ودي اللي شغاله عشان انا مجربه دي قبل كده. هنجيب بقى عندي ميه تكون فتره، يعني تحطي فيها صباعك تستحمليها. هحط هنا نص كوبايه ميه وهنا نص كوبايه ميه، المقدار بالظبط قد بعضه، واقلب هنا واقلب هنا ونشوف النتيجه معانا هتوصل لحد فين. انا قلبت كده السكر دوبته مع العجين، وهنركنها مع بعض. دي الخميره الشغاله ودي اللي مش شغاله، ونركنها مع بعض. اختبار الخميره ده لازم تعمليه ضروري ضروري قبل ما تبداي اي معجنات عشان ما يبوظش معاكي المعجنات اللي بتكون فيها خميره. ونركنها على بعض، نغطيها بغطا كده ونسيبها مع بعض من 10 لربع ساعة حسب حرارة الجو. طبعا احنا في الصيف فالجو حر. ده تقريبا بعد ما عدى عليها 7 دقايق الخميرة اللي شغالة معايا ملت معايا الكوباية كده، لكن اللي مش شغالة معايا ما ادتنيش اي فوران. وبكده حبايبي تكون معلومتنا النهارده خلصت. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة في اختبار الخميرة اللي هتجربيه كل ما تعملي معجنات عشان تنجح معاكي بطريقة سهلة وبسيطة، وتضمني مكوناتك وتضمني كمان الخميرة بتاعتك. لايك وشير لو عجبك الفيديو، وشاريه مع اصحابك لو عجبك الفكرة.